شفت قبل كده إيه اللي ممكن يعملوا الغل والانتقام في بني آدم لما الرفض والإهانة يتحولوا لخطة شريرة ومدروسة بالملي عشان تكسر قلب البنت اللي داست على كرامتك؟ طب تخيل بقى لو الخطة دي باظت بالكامل واتقلبت لحرب شوارع في المدرسة وخطف وكمان دخول منفذ مقلبز وخطير، اللعبة هتروح لفين؟ النهاردة أنا جايبالكوا قصة ماسيموني وخطة انتقامه اللي هتشقلب المدرسة كلها، قصة مليانة مواقف هتموتكم من الضحك وفي نفس الوقت هتخلي قلبكم يدق مع كل مشهد. بس قبل ما ندخل في التفاصيل السخنة ونعرف ازاي الأحوال اتشقلبت، انزل حالا نعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وما يفوتكش أي حكاية من حكاياتنا الجاية. جاهز؟ يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. وهو ماشي في الحوش الزحمة، ماسيموني بياخد باله من مجموعة كبيرة من الطلاب متجمعين حوالين عرض شغال، واحد غني قاعد بيقرأ قصيدة حب وبيتباهى بفلوسه وبيعترف بمشاعره لأكتر بنت مشهورة في المدرسة، أكي أداجاكي. بس أكي المعروفة بأسلوبها البارد بتصده وبتطلع لستة متفصلة بغلطاته القديمة قدام الكل وبتقلب الناس عليه، وعشان تنهي الرفض ده تماما أكي بتشتمه باسم مهين. لما ماسيموني بيشوف قسوتها دي بيخاف وبتفكره ببنت من ماضيه كانت شتمته قبل كده عشان كان تخين. فجأة الحصة اللي كانت هادية كالعادة بتتقطع لما أكي بتهجم وبتدخل من الباب ووراها على طول خادمتها الهادية يوشينيو كوي. أكي بتمسك ماسيموني من ياقته وهي غضبانة وبتطلب تعرف مين اللي كتب لها الجواب ده وبتحول غضبها لمكان تاني لما بتكتشف إن الفعل الحقيقي هو ولد دحيح لابس نظارة. ومن غير تردد أكي بتقطع الجواب قدام عينيه وبتهينه قدام الكل وبتشتمه باسم مهين وبتخرج تجري من الأوضة. بعد كده كوجيرو بيشرح لماسيموني إن أكي معروفة بإنها بتكره الولاد. ماسيموني بيتفاجئ لما بيسمع اسمها الكامل وبيكتشف إنها نفس البنت من ماضيه اللي رفضته وشتمته، وهي السبب الوحيد اللي خلاه يدخل المدرسة دي، ودلوقتي هي المفتاح لخطة انتقامه. كوجيرو بيكشف إن أكي عمرها ما بتاكل مع باقي الطلاب وفي الغالب بتبعت يوشينو تجيب لها الأكل عشان تاكل لوحدها، وهو مسلح بالمعلومة دي ماسيموني بيقرر يراقبها عشان يكشف أسرارها المستخبية. ماسيموني بيمشي ورا يوشينو في المدرسة ولحد ما بيوصل لمخزن مستخبي ومعزول، وأول ما بيميل عشان يشوف هما بيعملوا إيه فجأة بيخاف من عنكبوت كبير. رد فعله ده بينبه أكي لوجوده، وبسرعة تفكير ماسيموني بيتظاهر إنه مش فاهم حاجة وبيعمل نفسه إنه وصل للمكان ده بالصدفة، ومع ذلك بيكتشف سر أكي. على الرغم من جسمها الرفيع هي بتاكل كمية أكل مش طبيعية وكبيرة جدا وقت الغداء، ولما بيكتشف إن بقى معاها نقطة ضعف كبيرة يقدر يستغلها ضدها ماسيموني بيمشي وبعدها بيحاول يفتح معاها كلام عادي، بس أكي بتصده كذا مرة وبتقوله يبعد عنها. وفي فترة بعد الظهر أكي بتكون واقفة لوحدها مستنية يوشينو تجيب لها الأكل. الولد الدحيح اللي هي هنته من شوية بيقرب منها وهو غضبان، وعشان ينتقم بيمسك أكي من شعرها ويهددها إنه هيقصه. وقبل ما الأمور تتبهدل أكتر ماسيموني بيتدخل عشان يوقف الهجوم ده، بيتحمل الوجع الجسدي بس بيحاول يبان إنه تمام ومفيش أي حاجة، فبيخوف الولد ويخليه يجري. أكي بتنبهر بتدخله المفاجئ وإنقاذه ليها وهو واقف هناك ماضيه كله بيعدي قدام عينيه. من 8 سنين كان عيل مقلبز وكانوا بيتنمروا عليه قدام بيت أكي. في الأول أكي أنقذته وطردت المتنمرين، ولما افتكر إنها بنت طيبة ماسيموني وهو صغير اعترف لها بحبه، وبدل ما ترفضه بالهداوة رفضته بشكل قاطع واتريقت على شكله ووزنه وقالت له بكلام صريح إنها مستحيل تحبه. وبسبب الذكرى دي ماسيموني ملتزم تماما بخطة انتقامه وناوي يستغل مكانته الجديدة عشان يخلي أكي تقع في حبه بس عشان يسيبها بعد كده مكسورة القلب. اليوم بيبدأ بزمايل ماسيموني مكابي في الفصل هما بيعبروا عن قلقهم على إيده المتعورة نتيجة لعمل الشجاع الأخير اللي عمله واللي هو بيعديه كأنه مجرد حادثة تافهة بسبب الإهمال، ومع ذلك ثقته في نفسه بتتكسر بسرعة أول ما بيفتح الدولاب بتاعه وبيلاقي جواب غامض، وبدل ما يكون جواب حب عادي بيتجمد في مكانه لما بيشوف إن الجواب فيه شتيمة مباشرة. الرعب بيمسكه لما بيكتشف إن في حد في المدرسة عارف سره الدفين، وخوفا من إن صورته اللي تعب فيها كطالب وسيم ومثالي تتبهدل بيبص لكل اللي حواليه بشك بما فيهم أصحابه الجداد تتابا وكوجيرو وشوري. ضغط الموقف ده بيفكره بأيام تدريبه مع جده لما تعب جدا عشان يخس ويوصل لجسمه الحالي، ولما جرس الغدا بيضرب زحمة كبيرة من الطلاب بتجري على الكافيتيريا، وفي وسط الزحمة يوشينو كوي خادمة أكي الهادية بتتزنق لآخر الطابور وبتتكعبل وبتقع وبتكشف بالصدفة عن ملابسها الداخلية اللي بلون النعناع قدام ماسيموني وهي مكسوفة ومتضايقة لأنها معرفتش تجيب الفطار المخصوص اللي مكتوب في لستة أكي. يوشينو بتدي الليستة لماسيموني وهي مش طايقة، وباستخدام قوته وخفته بيعدي في وسط الكافيتيريا الزحمة وبيجيب العيش المطلوب. يوشينو بتتفاجئ لما بتشوفه وبتكون شاكراله على مساعدته، وهي بتحاول تمشي ماسيموني بيكتشف إن كل الأكل ده عشان أكي وبيستغل الفرصة عشان يتأكد لو أكي هي اللي سابت الجواب اللي فيه تهديد في دولابه، فبيعرض عليها إنه يساعدها في توصيل الأكل وهو شايف إن دي طريقة يرد بيها الجميل. ولما يوشينو بتحاول تهرب بيمسك خدها عشان يوقفها وبيقنعها في الآخر تيجي معاه. ولما بيوصلوا للمكان ماسيموني بيستنى بره وبيسمع أكي وهي بتهزق يوشينو عشان اتأخرت، وبعدها بيدخل الأوضة ولما يوشينو بتتزحلق تاني وتكشف عن ملابسها الداخلية للمرة التانية بتحاول تتصرف بلطف. أكي بتوقفها فورا وبتعلن إن يوشينو مجرد خادمة عندها، وباستخدام جمل قراها من مانجا رومانسية ماسيموني بيعاكس أكي وبيقول إنه بيتمنى يكون
خادم عندها هو كمان، وبيخرج بسرعة من الأوضة وآكي وشها بيحمر. ولما بيحلل رد فعلها الغير متوقع، ماسيموني بيستنتج إن آكي في الغالب مش هي اللي كتبت جواب الابتزاز. بعد الغداء ماسيموني بيمشي وهو رايح بيته وبيفكر في خطوته الجاية عشان يسيطر على مشاعر آكي، وفجأة بيدوس على حبل مستخبي وينتهي بيه الحال وهو متعلق بالمشقلب من شجرة بسبب فخ مخفي. يوشينو بتظهر من الظل وبتشوف الولد المتعلق وبتشتمه باسمه مهين، وبتعترف إنها هي اللي ورا الفخ ده وجواب التهديد. وهو ماسيموني بيحاول يفهم، بيدور في ذكرياته وبيفتكر في الآخر صورة قديمة من طفولته، وبيكتشف إن يوشينو كانت في الحقيقة شغالة في بيت آكي الكبير من 8 سنين، وهو حاسس بالهزيمة وبيفتكر إن خطة انتقامه اتكشفت بدري قبل وقتها. بيسمع يوشينو وهي بتوعده إنها هتشتغل معاه وتساعده ينتقم من سيدتها. تاني يوم الصبح ماسيموني بيتردد في إنه يثق في حليفته الجديدة، وقلقان لا يكون عرض يوشينو ده فخ وإنها ناوية تهينه بإنها تكشف ماضيه قدام المدرسة كلها، وهو مصمم يمشي طريقه لوحده. بينضم للجنة البيئية في المدرسة على أمل إن ده يديله فرصة يقرب من آكي، ولسوء الحظ هي بتتجاهله تماما، وهو شايل كومة ورق تقيلة لشغل اللجنة. ممثلة الفصل تايبو تابا بتقدم عليه وبتعتذر له لأنها أجبرته يدخل المجموعة دي، وبعدها بتعزمه يتفرج على فيلم معاها لوحدهم. ولأن ما عندوش أي خبرة في الرومانسية، ماسيموني بيترعب في الأول وبيفكر يهرب، بس بينتهي بيه الحال وهو بيسرح في أحلام اليقظة عن مستقبل مع فتابة لشوية وقت، ومع ذلك بيرجع لنفسه بسرعة. ولما بيكتشف شهرته الجديدة بيرفض عرضها بالهداوة عشان يفضل تركيزه كله على آكي. وأول ما فتابة الحزينة بتمشي، آكي بتظهر فجأة وراه بالظبط، وماسيموني بيستغل الفرصة المفاجئة دي وهو شاكك إنها ممكن تكون غيرانة من الاهتمام اللي بياخده من البنات التانية، وبيطلب منها بثقة تخرج معاه في موعد وبيطلب رقم تليفونها. والمفاجأة إنها بتوافق فورا وبتشكره، مع إنها بعدين بتستخدم عذر إعطاء رقمها. بعد الظهر ماسيموني بيستنى بصبر عشان آكي توفي بوعدها، وبدل ما تقابله بتسيب له مجموعة من التعليمات. وباتباع التوجيهات دي ماسيموني بيدخل في رحلة تدوير متعبة في الحرم المدرسي كله، واللي بتشمل إنه يبص جوه المقشات ويجري ورا الفراخ بتاعة المدرسة. وبعد مجهود كبير التعليمات الأخيرة بترجعه لنفس النقطة اللي بدأ منها. ولما بيبص من شباك قريب بيشوف آكي واقفة بره وشايلة يافطة كبيرة مكتوب عليها مرفوض. ماسيموني بيحس بغضب شديد وبيكتشف إنها خططت للموضوع كله عشان تخليه يبان زي المغفل وتتريق عليه. في الوقت ده بالظبط يوشينو بتقرب عليه في هدوء وبتديله حتة ورقة من غير ما تنطق بكلمة ومكتوب عليها رقم آكي الحقيقي. بعد كام يوم ممثلة الفصل تيفو تابا بتعلن إن لو أي طالب سقط في الامتحانات اللي جاية الفصل كله هيضطر يحضر دروس إضافية لمدة شهر. صاحب ماسيموني كوجيرو شوري بيبان مش فارق معاه خالص، وفي حين إن زمايل كتير في الفصل فاكرين إن كوجيرو ذكي بطبعه، وهو بيفضفض لماسيموني إن درجاته دايما تحت المتوسط. وعشان يوفر وقت ماسيموني بيجر كوجيرو لأوضة المذاكرة في المدرسة عشان يذاكر له بنفسه. وبالصدفة آكي بتكون قاعدة بتذاكر لخدمتها يوشينو اللي بتعاني في التعليم، وأول ما بتشوف ماسوماني آكي بتستغل الفرصة فورا عشان تنتقده على مقلبها الأخير، وبتتكلم عن ثقته الزيادة في نفسه وبتعلق على صداقته القريبة من كوجيرو وهو فاكر وعد يوشينو السري لمساعدته في الانتقام. ماسيموني بيقف وبيتحدى آكي في منافسة دراسية وبيتفقوا إنهم يقارنوا مجموع درجات امتحاناتهم في الامتحان المشترك الجاي. لو ماسيموني وكوجيرو جابوا درجات أعلى آكي لازم توافق تخرج معاه في موعد، بس لو آكي ويوشينو كسبوا ماسيموني هيضطر يدفع ثمن غداها الكبير اليومي ويتحمل اسم مهين جديد آكي هتنشره في المدرسة كلها. بالليل بعدين في قصر آكي يوشينو بتبلغ سيدتها إن ماسيموني في الحقيقة جاب الدرجات النهائية في امتحانات التحويل بتاعته. لما بتسمع ده آكي بيصيبها الخوف ويوشينو بتديها كتاب مليان نصايح عن المواعيد الغرامية. وفي نفس الوقت ماسيموني بيتصل بيوشينو على أمل إنها تديله مساعدة من جوه عشان يكسب الرهان، وبتفاجئ من طريقتها في الرفض ومقاطعتها وبتقول إن لازم يعتمد على نفسه في التحدي ده. تاني يوم الصبح في المدرسة ماسيموني وآكي بيتقابلوا وبيبدأوا فورا يختبروا معلومات بعض، ومع إن ماسيموني بيجاوب على كل سؤال صعب صح بيكتشف إنه لازم يعتمد تماما على ذكائه، وبيفضل يذاكر لكوجيرو ليل ونهار، وحتى بيضغط على حدود مذاكرته هو شخصيا. أمه وأخته بيشوفوا إنه غريب إنه بيفضل الكتب على تمرين الجيم اليومي بتاعه. ولما بيجي يوم الامتحان كوجيرو بيعدي من اللجنة الصباحية بفضل مذاكرة ماسيموني ليه، ووقت الاستراحة ماسيموني بيروح لكانتين المكن وبيقابل يوشينو بتشجعه وبتديله فجأة علبة لبن كهدية. ومع ذلك في لجنة بعد الظهر المهمة ماسيموني فجأة بيحس بوجع شديد وجامد في بطنه، وبيفتكر إنه يوشينو سممت شربه عن قصد عشان تضمن إن آكي تكسب، فبيعافر عشان يكمل ويجري على الحمام. بعدين ماسيموني بيروح وهو غضبان لفصل آكي عشان يواجهها، وبدل ده بيكتشف إن آكي غايبة تماما من المدرسة اليوم ده بسبب سخونية مفاجئة. وبعد شوية ماسيموني بيجيله رسالة من أخته الصغيرة بتكشف إن هما الاتنين بطنهم بتوجعهم بسبب الغداء اللي مامتهم عملته في البيت، وده بيثبت براءة يوشينو. وبسبب درجات الامتحان القليلة ماسيموني لازم يحضر حصص إضافية، وبيتفاجئ لما آكي بتقعد جنبه بالظبط لأنها سقطت في الامتحان بسبب التعب. وبعد شوية يوشينو بتبلغ ماسيموني إن آكي وافقت على شروط الرهان وهتخرج معاه في موعد. ماسيموني بيجهز نفسه بس بيتفاجئ لما آكي بتوصل وهي لابسة لبس غريب شبه الأميرات، وبيطلع إن ده أول موعد لآكي، ويوشينو قصده تقنعها إن اللبس الغريب ده حاجة عادية. اللبس بيلفت انتباه كتير من الناس بما فيهم مصور ماسيموني بيطرده بسرعة ويمشيه، وبعدها بيروحوا للسينما
ماسيموني بيكتشف إن آكي استخدمت فلوسها عشان تحجز الأوضة كلها ليهم هما الاتنين بس. بيتفرجوا على فيلم زومبي وآكي بتنبهر بيه جدا لدرجة إنها بتشوفه تحفة فنية، وبعدها بيروحوا المطعم وآكي بتاكل كمية أكل كبيرة، ولما بيحاولوا يتكلموا عيل معدي بيتريق بصوت عالي على لبس آكي الغريب، ولما بيشوفها مكسوفة ماسيموني بيقول لها بالراحة إن اللبس ده ملوش لازمة وبيقترح يروحوا يشتروا هدوم عادية. وفي أوضة اللبس في محل الهدوم آكي بتبدأ تعيط في صمت بسبب أحداث اليوم، ولما بيسمع وجعها ماسيموني بيترعب وبيدخل وبيشوفها بالصدفة وهي قالعة نص هدومها، وفي حالة الرعب دي آكي بتضربه بالبوكس في وشه وتخليه يغمى عليه. ماسيموني بيفوق وبيلاقي نفسه نايم مرتاح على رجل آكي وهي مستنياه يصحى، ومع إنها بتقول بعناد إن الموعد خلص طريقتها الحنينة بتكشف إنها بدأت تصفى، وده بيخلي ماسيموني يكتشف إزاي يوشينو كانت مخططة لأحداث اليوم ده بدقة وتفاصيل شديدة. بعد أول موعد ليه ماسيموني مكابي بيحكي لخادمة آكي يوشينو كوي كل حاجة عنه، هي بتشجعه وبتكشف إن خطة انتقامه ممكن فعلا تجرح كبرياء آكي ودي هتكون نتيجة كويسة. وعشان يستغل ده ماسيموني بيرجع لمانجا رومانسية وبيدرس القصص الرومانسية ومشاهد البوز بالتصوير البطيء عشان يعمل خطة تخلي آكي تقع في حبه لشوشتها. تاني يوم في المدرسة ماسيموني بيبدأ ينفذ خطته الجديدة، وطول الحصة بيفضل يبص لآكي ويقول جمل قديمة ومنحنحة قراها من المجالات الهزلية بتاعته. آكي بتتضايق من اهتمامه المستمر وتصرفاته الغريبة، وفي وقت بعد الظهر مطرة مفاجأة بتدي ماسوماني فرصة لمشهد رومانسي تاني. بيقرب فجأة من آكي وبيقول جملة غريبة وهو بيديها شمسيتها، وبيجري على بيته على طول تحت المطر اللي بيغرق. بيضحك لنفسه وهو مصدق تماما إن ده هيبهرها، ومع ذلك يوشينو بتكسر ثقته دي بسرعة. بتبلغه إن آكي في الحقيقة شافت تصرفاته دي زي الزفت، وإن الاعتماد الزيادة على المانجا الرومانسية ده غباء. يوشينو بتقوله بوضوح إن أسلوبه ده غريب وبتنصحه يجرب حاجة تانية خالص ومختلفة، ولما بياخد بنصيحتها ماسيموني بيقرا نوع تاني من المانجا وبيكتشف إن الشخصيات الرجال البعيدة والباردة غالبا بتكسب قلوب الشخصيات النسائية. هو ويوشينو بيعملوا خطة جديدة، خطة الانسحاب. ماسيموني هيدور على الانتقام ويتصرف ببرود وبعد على قد ما يقدر ويتجاهل آكي، ومع إنه قلقان من التغيير ده ماسيموني بيمشي في الطريقة الجديدة دي. تاني يوم الصبح آكي بتجيله عشان ترجع له شمسيته، بس هو اتصرف معاها ببرود وقصد يتجاهلها تماما. بيتجاهلها طول اليوم وحتى وقت الحصة ما بيديهاش أي انتباه، وهو فاكر إن بالبعد ده هي هتموت على اهتمامه. بس الخطة بتبوظ لأن آكي بتعمل نفس الحاجة بالظبط وبتتصرف ببرود وبتجاهل هي كمان كرد فعل. يوشينو وهي واقفة بعيد بتشاور لماسيموني في صمت إنه يفضل مكمل وما يسيبش الخطة. وبعد ما بيعدي كام يوم وآكي بتبعد أكتر ماسيموني بيبدأ يقلق وخايف لا يكون إعجابها طار وهو خسر فرصته. وفجأة آكي بتظهر في الممر قدامه بالظبط وهو مرعوب. ماسيموني بيحاول يجري بس آكي بترمي شمسيتها على راسه على طول وتقطع طريقه. بيحاول يعدي من جنبها بس هي بتمسكه وبتقفل الطريق قدامه، وباين عليها قد إيه هي مخنوقة، وبتسأله هو ليه بيتجاهلها بالشكل ده. لما شاف رد فعلها العاطفي ده ماسيموني اتفاجئ إن خطة الانسحاب نجحت فعلا، ولما شاف وشها المكسوف جمع نفسه بسرعة وحاول يتنحنح معاها ويعكسها. بس الموضوع اتغير تماما لما آكي قلبت الكلام جد وسألته وش كده هو ليه عنده مشاعر حب ناحيتها. فماسيموني ارتبك من السؤال وحس بقمة الإحراج ومعرفش يرد عليها رد عدل، فلف وطلع يجري وسابها واقفة لوحدها وقعد يسأل نفسه هو ازاي اتجنن وزق علاقتهم لقدام بالسرعة دي. وتاني يوم وبسبب قلقه ماسيموني راح يطلب نصيحة من يوشينو عشان يعرف يصلح اللي حصل بعد ما هرب بالشكل ده، فنصحته إن يكتب مشاعره ويفسرها. وهو ماشي ورا توجيهاتها وكتب جواب وحاول يحطه في دولاب آكي، ولسوء حظه آكي قفشته وهو بيعمل كده، ولأنها لسه متضايقة من تصرفه القديم شدت الجواب بغضب ورمته في الزبالة وقالت له إنها بتكرهه وجريت. وماسيموني اللي اتفاجئ من رد فعلها القاسي ده قعد يشتكي ليوشينو، فهزقته وشرحت له إن غلطته كانت إنه هرب لما آكي سألته عن مشاعره بكل صدق، ونصحته يرجع لورا خالص ويسيبها هي تتولى كل الخطط اللي جاية. بس ماسيموني رفض العرض ده وحس إنه بقى معتمد زيادة عن اللزوم على توجيهاتها، فقرر ياخد الأمور بإيده ويعمل خطط بنفسه عشان يكون انتقامه بتاعه هو وبس. وفي نفس الوقت آكي غابت عن الحصة وبالها كان متشتت بالشكوك وافتكرت إنها لسه شايفاهم قريب. ماسيموني ويوشينو بيتكلموا لوحدهم في جنينة المدرسة وده خلاها تغير وافتكرت إنه مهتم ببنات تانية، وحبل أفكارها اتقطع لما يوشينو وصلت هناك فجأة. ويوشينو عشان تخاطر اعترفت لها بصراحة إنها كانت بتقابل ماسيموني من ورا ظهرها، وقبل ما آكي تطلع غضبها عليها يوشينو هدتها بسرعة وأكدت لها إن نية ماسيموني صافية وإنه فعلا مش عاوز غير آكي. فآكي اللي اتفاجئت من التأكيد ده طريقتها بقت أحن، ولما يوشينو سألتها بالهداوة لو كانت هي كمان عندها مشاعر لماسيموني آكي لفت ودارت وأنكرت إن عندها أي تعلق بيه رغم إن مشاعرها كانت باينة عليها. ولأن يوشينو عارفة إن آكي بتكره الصبيان الكدابين بسبب إحساسها بالهجر وهي صغيرة فتحت معاها بالراحة سيرة الواد المقلبس بتاع زمان وسألتها لو كانت لسه عندها مشاعر حب ناحيته. فآكي وشها احمر من السؤال المفاجئ ويوشينو مشيت في هدوء، وآكي وهي سرحانة في أفكارها عن حب طفولتها ما خدتش بالها من عربية سريعة مقربة عليها، فماسيموني اتدخل فجأة وشدها لورا في آخر لحظة وقال لها بكل صدق إنه كان هيتدمر لو جرالها أي حاجة وما كانش هيقدر يعيش من غيرها. فطريقة آكي الباردة كالعادة طريت لما سمعت كلامه الصادق ده، وقبل ما يعيشوا لحظة رومانسية مع بعض في بنت حلوة غريبة خبطت فيهم فجأة
فجأة. وبعد ما اعتذرت لآكي بسرعة، البنت رفعت راسها وشافت وش ماسيموني الوسيم وبان عليها الصدمة، وقالت إن بقالهم كتير ما شافوش بعض، وحضنته فجأة ولزقت فيه ومسكت إيده جامد. وماسيموني اللي كان مبهوم تماما صمم إنه مشبه عليها. وقبل ما الموضوع يكبر، خادم البنت اللي اسمه شيدو وصل وشده منها بكل أدب. وآكي اللي اتضايقت من التصرف ده وافتكرت إن ماسيموني بيقعد بيتنحنح ويعاكس البنات، قالت له بغضب يسيبها في حالها ومشيت. وتاني يوم ماسيموني اشترى تورته من الكافيتيريا على امل انه يعتذر ويصلح الامور مع آكي. ولما قرب من مكانها المعتاد، يوشينو هجمت عليه فجأة وضربت عليه رصاص ليزر مطاط من وسط الشجر، وشرحت له ان آكي الغضبانه امرتها بامر عسكري انها تبعد عنها ماسيموني. وتحت الضغط ماسيموني كشف بتوتر الحقيقه عن البنت الغامضه اللي حضنته، ويوشينو لما افتكرت انه بيقول الصدق خلته يتكلم مع آكي. بس ماسيموني اترعب وتخيل آكي وهي بترفض اعتذاره بعند، فقرر ان الاحسن انه يسيبها في حالها، وحط التورته بره باب المخزن على امل انها تاخدها. وماسيموني قضى ليله من غير نوم وهو بيفكر في البنت الغامضه دي. وتاني يوم الصبح مدرس الفصل بتاعه عرفهم على طالبه جديده، وماسيموني اتصدم لما شاف نفس البنت واقفه قدام الفصل وعرفت نفسها انها نيكو في جينوميا. والطلاب فورا اتسحروا بجمالها واتلموا حواليها. ووقت الاستراحه وبشجاعه من حد، ماسيموني قرب منها وش كده، واتفاجئوا الفصل لما نيكو اعلنت انها غيرت مدرستها مخصوص عشانه، وبدات تحكي قصه من الكريسماس من 8 سنين. وقالت ان ماسيموني حط بالطو دافي على كتافها وهي بتجمع التبرعات في البرد، ووصفها بانها ملاك. وفي الوقت اللي الكل كان منبهر فيه، ماسيموني كان متنح على الاخر، لان من 8 سنين كان واد مقلبص بيتدرب جامد في الجبال، وده بيخلي قصتها مستحيل تكون صح. وعشان يصمم يعرف الحقيقه، مسك ايد نيكو وخدها بره عشان يتكلموا على انفراد، وهي بتجري اتكعبلت وبان ان بقها بدا ينزل دم. فماسيموني ارتبك وجري يساعدها، ولقاها موقعه كيس كاتشب صغير. ولما عرف ان الدم فوتوشوب ومزيف، سالها هي ليه كسبت. فنيكو رفضت تشرح العابها، بس صممت ان مشاعر حبها حقيقيه. وماسيموني اللي مش موافقها قال لها انه فعلا عينه من حد تاني، وعشان يثبت ده خدها على طول لآكي. واول ما اتقابلوا، نيكو بصت لآكي بثقه واتريقت عليها في سرها، وبدات تجادل عشان ماسيموني. وفجاه هب هوا جامد جدا والموقف كان محرج، فآكي اتضايقت جدا من الحوار كله ولفت ظهرها وبدات تمشي. وماسيموني حاول يوقفها عشان يشرح لها، بس في وسط الهيصه دي في مدرس كان واقف قريب اتضرب في وشه. وعقابا على الحادثه دي، المدرس ادى ماسيموني وآكي الشغلانه الصعبه وهي تنظيف حمام السباحه. وآكي فضلت على طريقتها القاسيه وامرت ماسيموني يبعد عنها، فاتخنق من عنادها ورش عليها ميه بالخرطوم. وآكي عشان تنتقم حاولت تدلق عليه جرد الميه تقيل، بس فقدت توازنها ووقعت في حمام السباحه. وماسيموني حب يعمل فيها بطل ونط في حمام السباحه علشان ينقذها، بس كان شكله وحش قوي لما اكتشف ان الميه واصله لحد بطنه بس. ورغم قلقه المستمر عليها، آكي شتمته وقالت ان مشاعره مزيفه تماما. فماسيموني الغضبان رد عليها على طول وصمم بكل نشفان انه مشاعره حقيقيه. فآكي اللي اتفاجئت من الكلام اتحدته انه يثبت مشاعره. وماسيموني وهو فاكر ان خطه انتقامه بدات تمشي اخيرا، اتردد وهو بيحاول يهدي اعصابه. ولما شافته بيتردد، آكي كانت خلاص هتمشي، بس هو شد ايدها لورا على طول. ولانها اول مره ليه، اللحظه الملخبطه دي بوظت الدنيا اكتر. وآكي اللي هي كمان ما عندهاش اي خبره ارتبكت من الاحراج، ضربته بالبوكس في وشه فورا. والحزن الحظ تايفو تابا واصحابها وصلوا لحمام السباحه بعد كام لحظه وانقذوا ماسيموني من الموقف المحرج ده. ونيكو قربت من يوشينو عشان تسالها عن ماسيموني، بس يوشينو عملت نفسها مش عارفاها. وعشان تستغل فرصه الهروب، آكي طلعت من حمام السباحه وجريت وهي بتشتمه باسماء تافهه وبتوصفه بالكلب الهايج. وسابت ماسيموني واقف في الميه وهو متدمر ومحبط تماما من المقابله الفاشله دي. وبعد شويه ماسيموني اللي كان متضايق قعد لوحده. ولما نيكو حست بحالته النفسيه التعبانه، قعدت جنبه وقدمت له كوبايه شاي سخن بملح، وشرحت له الفوائد الطبيعيه للملح في تعويض ميه الجسم. وهو بيشرب الشاي، ماسيموني قرر يختبرها وافتكر ازاي آكي سالته قبل كده هو ليه بيحبها. فسال نيكو بثقه هي ايه اللي بتحبه فيه، وهو فاكر انها هتغلب في الرد. بس للاسف فاجئته نيكو وردت بالراحه انها بتحب بساطته الجذابه، وشرحت له ان حتى هو مش واخد باله من سحره الخاص. ووعدته انها عمرها ما هتسيبه، ونصحته يستخدم ثقه زياده شويه عشان يبان اكتر. وماسيموني انبهر بردها الراسي وبدا يشوفها بطريقه تانية خالص. وبعدين ونيكو رايحه بيتها، يوشينو الشكاكه قررت تستخبى وتمشي وراها على امل تكشف الحقيقه عن البنت الغامضه دي. ومحاولتها فشلت بسرعه لما اتمسكت وهي مقربه من وراها. فيوشينو حاولت تعمل نفسها بنت بريئه ومش عارفاها، بس نيكو كشفت العابها على طول وقالت لها بوضوح تبطل التمثيل ده. ولما اتقفشت، يوشينو سابت التمثيل وسالت نيكو وش كده هي ليه مهووسه بماسيموني بالشكل ده. وقبل ما نيكو تشرح، ماسيموني كينو وصلت فجاه وافتكرت البنات اصحاب ماسيموني، فقطعت مجادلتهم وخدتهم عافيه على بيتها وهي بتهزر وبتعزمهم يتدربوا عشان يبقوا عرايس ابنها المستقبليين. ولما ماسيموني رجع بيته في الاخر، يتفاجئ لما لقى البنتين قاعدين بيطبخوا في مطبخه، لا وكمان مبسوطين. للحظه شك انه دخل بيت غلط، فمسك يوشينو على طول وشدها لاوضه نومه عشان تفهمه. ولما يوشينو شرحت له الموقف واخدت بالها من وزنه التقيل واجهزه التمرين، ماسيموني حاول بسرعه يخبي صور قديمه من طفولته. ونيكو حاولت تدخل الاوضه وهي متحمسه عشان تبلغه ان العشاء جاهز، بس ماسيموني زقها بره وقفل الباب. ووقت العشاء، اخت ماسيموني الصغيره شيناتسو فتحت سيره ماضيه وهي بتتكلم، وكانت خلاص هتكشف انه كان تخين جدا. فماسيموني
ماسيموني سكتها قبل ما تقول اكتر وغير السيره. وهو بياكل ماسيموني خد باله من حاجه غريبه، نيكو بتاخد ادويه كتير مع اكلها، رغم ان يوشينو وشيناتسو ما خدوش بالهم من الحوار ده. وشيناتسو وهي مش دريانه بالموضوع علقت على ان ازاي ماسيموني ونيكو شكلهم حلو مع بعض، وقالت بتهريج ان عيالهم هيبقوا زي القمر. وبعد العشاء شيناتسو عزمت الكل بره عشان يولعوا صواريخ وسلك ميه، والبنات لبسوا لبس تقليدي زي القمر. لفت انتباه ماسيموني على طول، وهما بيولعوا السلك مع بعض نيكو كانت بتستغل كل فرصه عشان تبتسم له، وجمالها خلى قلبه يدق. ولما شافها في النور ماسيموني اعترف لنفسه في سره ان لو ما كانش غرقان في خطه انتقامه ضد اكي كان ممكن فعلا يقع في حب نيكو. ولما السهره خلصت نيكو مشيت مع حارسها الشخصي، وماسيموني ودى يوشينو بكل ادب لموقف تاكسي قريب. وقبل ما تمشي يوشينو حذرته يفضل مركز في هدفه وما يتثبتش بسحر نيكو. ونيكو سرقت في هدوء صوره طفوله اكي وماسيموني المقلبز. وتاني يوم الصبح في المدرسه الكل كان بيفكر في اجازه الصيف اللي قربت، وماسيموني كان ناوي يعزم اكي على البحر بس هي سبقت واعلنت انها هتقضي الصيف في فيلا جزيره خاصه غاليه بتاعت عيلتها. وعزمت كوجيرو شوري قصده عشان تخلي ماسيموني يغير، بس كوجيرو صمم ان في اي مكان هي هتروحه ماسيموني هيروح هو كمان. ونيكو استغلت الفرصه وطلبت تنضم ليهم وهي مبسوطه. وتايفو تابا وافقت هي كمان، فاكي اللي اتقفشت قدام المجموعه وافقت وهي مش طايقه تاخدهم كلهم. ووقت السفر بالمركب للجزيره يوشينو قربت من ماسيموني على انفراد وشرحت له انها متلخبطه خالص من نيكو ومش فاهمه هي ليه فجاه بقت مهووسه بماسيموني بالشكل ده. وعشان تغير السيره يوشينو ادت له فرصه اخيره. ماسيموني لازم يزق خطه انتقامه قدام شويه في الاجازه دي ويكسب قلب اكي، ولو فشل في انه يعمل خطوه كبيره يوشينو هددته انها هتكشف خطته كلها لاكي. واول ما وصلوا للفيلا الكبيره سكرتيره عيله اكي المتحمسه يوكاري استقبلت المجموعه، ويوكاري اتفاجئت لما شافت ولد في وسطهم. فماسيموني استغل اللحظه واعلن للمجموعه بكل جراءه انه صاحب اكي. فاكي رمت شنطتها على راسه وبداوا يتجادلوا، بس يوكاري بقت فرحانه جدا وبقت تمدح في اكي انها لقت ولد رغم انها بتكره الصبيان. واكي المكسوفه عشان توضح سوء التفاهم ده قدام ست تانية شدت ماسيموني لاوضتها وهي متلخبطه. وبعد شويه مجادله اتفقوا انهم يفضلوا يمثلوا انهم قابل ومتصاحبين في الرحله دي عشان يتجنبوا الاحراج، ويفضل ماسيموني صاحبها المؤقت. وبعدين على البحر ماسيموني قعد يستعرض عضلاته على امل انه يبهر اكي، بس كوجيرو بس هو اللي انبهر. ونيكو قدمت على طول ولزقت جسمها في ماسيموني وقالت له يحط لها صن بلوك وهي بتتنحنح. واكي اللي كان باين عليها الغيره جدا وامرت نيكو تبعد عن صاحبها. وعشان تفرض سيطرتها اكي خدت ماسيموني لمكان بعيد ويوكاري واقفه بتبص عليهم من بعيد. بس بدل ما يعيشوا لحظه رومانسيه اكي استغلت علاقتهم الكذبه كعذر عشان تعامله كانه خادم وخلته يرجع البيت يجيب لها اكل. وهو بيجمع الاكل ماسيموني سال يوكاري عن حاجات مسليه يعملوها في الجزيره، فنصحته يختبر شجاعته في بيت ضلمه مهجور في الجزيره. وبعد ما ماسيموني خد الاكل يوكاري كشفت عن نيتها الحقيقيه، فبعد ما انجرحت جامد من الرجاله زمان بدات تشتغل في بيت اداجاكي. لما اكي الصغيره بدات تكره الصبيان بعد ما عيطت على الواد المقلبز اللي ماشي، ويوكاري بتموت في اكي وبترفض تخلي ولد مغرور زي ماسيموني يغيرها، وناويه تستغل اختبار الشجاعه ده عشان تبوظ علاقتهم. وبالليل المجموعه اتلمت عند البيت المهجور اللي بيخوف وقرروا مين هيدخل الاول بانهم يسحبوا ورق، وماسيموني من وراهم ظبط السحب عشان يروح مع اكي وعشان لما تخاف يبان هو الصاحب الشجاع اللي بيحميها. وفي نفس الوقت يوكاري استخبت جوه وهي لابسه ماسك رعب عشان تخوف ماسيموني على الاخر، على امل ان خوفه يخلي اكي تبعد عنه وتنهي العلاقه. وفجاه في حد خوف يوكاري وطلعها من المكان اللي مستخبيه فيه، فيوكاري المرعوبه دخلت الاوضه الرئيسيه بالصدفه، واكي وباقي المجموعه ماتوا من الرعب من ماسكها اللي بيخوف. وهي بتهرب يوكاري لفت وشافت نيكو فارتبكت وخبطت وشها بالصدفه في عمود وده خلاها يغمى عليها. ولما يوكاري فاقت في الاخر اتصدمت لما لقت ماسيموني شايلها بالراحه على ظهره. واستغلالا للحظه الهاديه دي ماسيموني قال الحقيقه واعتذر على الكذب واعترف ان علاقته باكي كذب في كذب. فيوكاري وشها احمر من صدقه وحنيته وشافته بطريقه تانية خالص وسابت عداوتها وقررت انه فعلا شخص طيب ولايق جدا لاكي. وتاني يوم المجموعه رجعت بيوتها من اجازه الجزيره وماسيموني كان قلقان لا يوكاري تنفذ تهديدها وتكشفه، بس يوشينو كانت في الحقيقه منبهره بسرعه تفكيره وحوار المصاحبه الكذب وعدتها المره دي. وبعد ما رجع من الجزيره ماسيموني مكابي رجع لروتينه المعتاد، بيتمرن وبيتامل في جسمه وعضلاته في المرايه، ومدحه لنفسه اتقطع بمكالمه تليفون. واتفاجئ لما لقى اسم اكي اداجاكي على شاشه المتصل لان دي كانت اول مره تتصل بيه. رد عليها وهو مرعوب، بس اكي بلغته ان نسي شنطه من حاجته عندها في البيت وعرضت ترجعها بنفسها. فماسيموني راح يستشير يوشينو واللي حذرته بجديه انه لازم يخلي باله جدا في المقابله دي لان غلطه واحده ممكن تكشف سره كواد مقلبص بتاع زمان وتبوظ خطه انتقامهم. وبالليل في نفس اليوم وماسيموني قاعد على مكتبه بيعمل الواجب فتح درجه واخد باله من حاجه تقلق، صورته الصغيره وهو مقلبص المستخبيه مع اكي مش موجوده، وافتكر الاحداث المبهدله الاخيره اللي حصلت في بيته، فاستنتج بسرعه ان نيكو هي الوحيده اللي ممكن تكون خدتها. وتاني يوم ماسيموني قابل اكي عشان ياخد حاجته وهي بتديله الشنطه ادت له تحذير عايم بس جدي وقالت ان القرب منها خطر. ورغم كلامها القاسي ماسيموني لقط حمر خفيفه على وشها، والعرض المفاجئ ده لضعفها فكروا بالاحداث الموجعه من 8 سنين وفكروا برفض طفولته وانه انطرد من كلب، بس افكاره راحت بسرعه بعيد عن وجود اكي وبقى قلقان على الاخر وقعد يهلوس بالصوره الضايعه وبيفكر ان لو نيكو شافتها عن قرب هتعرف
هتعرف أكيد إن البنت الصغيرة اللي واقفة معاه هي آكي، وهو غرقان على الآخر في أفكاره المقلقة عن نية نيكو الحقيقية. ماسيموني من غير ما يحس طنش كل حاجة آكي كانت بتقولها وبتعيدها عليه، فآكي اتخنقت من عدم اهتمامه الواضح واتضايقت على الآخر، مشيت وهي غضبانة وسابته واقف لوحده تماما. ولما عرف إنه لازم يسيطر على الموقف تاني ويحافظ على سره مستخبي، ماسيموني قرر إنه لازم يواجه نيكو فورا. وبالصدفة نيكو اتصلت بيه بعد كام لحظة وبعزومة عادية عزمته على حمام استباحة، فماسيموني غير السيرة بسرعة وطلب يقابلها هي. فنيكو قالت إنها قاعدة في البيت لوحدها وعزمته على بيتها، ولما وصل استقبلته بهدوم زي القمر. ورغم إنه ارتبك في الأول إنه يدخل بيت بنت لوحده، ماسيموني هدى نفسه بسرعة وافتكر هدفه الأساسي. ولما نيكو راحت المطبخ عشان تعمل شاي سخن، ماسيموني استأذن بكل أدب عشان يدخل الحمام، وبدل ده استغل الفرصة عشان يدور في البيت على حاجته المسروقة، ودخل بالراحة الأوضة اللي افتكر إنها أوضة نوم نيكو. وأول ما دخل اتزحلق في إزازة فيتامينات كانت مرمية على الأرض، وده أكد له إن دي فعلا أوضتها المكركبة. وهو بيدور في المكان بضمير لقى مجلات المانجا الرومانسية المستخبية بتاعتها، وقعد على الأرض وبدأ يقلب في كتاب منهم. وفجأة نيكو قربت في صمت من وراه ووشوشته في ودنه وبلغته إن الشاي جاهز، وقالت له كأنها حاجة عادية إنها دخلت أوضة نومه قبل كده واشترت نفس المانجا الرومانسية اللي بيحب يقراها. فماسيموني استجمع شجاعته وواجهها وش كده وسألها بصراحة لو كانت هي اللي سرقت صورة طفولته. فنيكو بمنتهى الهدوء اعترفت إنها فعلا هي اللي خدت الصورة، وهو اتصدم على الآخر لما مدت إيدها جوه هدومها وطلعت الصورة الضايعة وقعدت تبص لها بحب، ومدحت في شكله وهو صغير، ووصفت الواد المقلبز اللي في الصورة إنه زي العسل. ولما سمع بنت زي القمر بتمدح عيوبه القديمة وشكله اللي ما كانش واثق فيه، قلب ماسيموني دق بسرعة. ونيكو استغلت اللحظة دي وشدته ليها ووشوشت كلام حب وقربت ومسكت إيديه جامد وبسته، وده خلى ماسيموني يفقد سيطرته على نفسه اللحظة. وهو غرقان في اللحظة دي، نيكو زقته بالراحة على سريرها ولزقت فيه، واللحظة ماسيموني كان هيستسلم. وافتكر آكي وافتكر إنه يصرف نظر عن خطة انتقامه المتعبة ضدها، لكن فكرة وش آكي خطرت على باله بسرعة وفكرته بغله وماضيه معاها، ورجع للواقع. وماسيموني شد نفسه فجأة بعيد عن نيكو وقعد على حرف السرير وقرر يقول لها حقيقة قلبه كلها، وشرح لها بوضوح التفاصيل الموجعة لماضيه وازاي اتنمروا عليه وعزلوه واستغلوه لمجرد انه كان عيل غني ومقلبز. وقبل ما يمشي بص في عيون نيكو وقال انه مش مصدق ان مشاعر حبها حقيقية او جد، ورجع صورته بنجاح واختار طريقه. وماسيموني خرج من بيتها وهو مصمم على الاخر يكمل انتقامه ضد آكي. وبعد ما ماسيموني رفض نيكو اتضايقت على الاخر ونامت على سريرها وهي بتعيط. وتاني يوم ماسيموني واصحابه اتلموا في محطة القطر عشان يزوروا ملاهي مائية، وماسيموني كان باين عليه التعب والضيق، وكل ما سيرة نيكو تتفتح كان بيحس بوجع جامد في بطنه. وتايفو تابا بلغت المجموعة ان نيكو غيرت رأيها فجأة ومش هتيجي معاهم، ولما سمع ده ماسيموني حس بالذنب لانه شايف انه هو المسؤول الاول عن غيابها. وفي الملاهي المائية وفي الوقت اللي باقي المجموعة بيلعبوا في المية ومبسوطين بيومهم، آكي فضلت تبص على وش ماسيموني المحبط، ويوشينو كوي سألته على انفراد لو في حاجة بس هو عداها. والانبساط اتقطع فجأة لما عربية جريت ناحية المجموعة، وحارس نيكو الشخصي شيدو نزل بسرعة من العربية واستجوب ماسيموني وهو غضبان. وشيدو شرح ان نيكو غايبة من الصبح وكمان فوتت دواها اليومي الضروري. وشيدو اتصدم لما عرف ان رغم قربه من نيكو ماسيموني مش دريان خالص بمرضها الصعب والمزمن. ولما سمع ده ماسيموني افتكر فجأة ان نيكو خدت حبوب كتير وقت العشاء، وافتكر كمان الحادثة اللي نزل فيها سائل احمر من بقها، فارتبك وعرف ان مرضها حقيقي وانها كانت مخبية ضعفها. وشيدو طلب تفسير كامل للي حصل بين نيكو وماسيموني في شقتها اليوم اللي قبله. وطبعا المجموعة كلها اتصدمت وخصوصا آكي لانها قضت اول نص في اليوم ده معاه. ماسيموني استجمع شجاعته واعترف بصدق انه رفض عرض نيكو لانه اختار آكي بدلها. وعشان ينهي الموقف الغريب ده بسرعة، آكي امرت الكل يركزوا في التدوير على نيكو، واقترحت انهم يروحوا بعربية ناحية شقة نيكو ويدوروا في المنطقة. وهي فاكرة ان ماسيموني ممكن يكون عارف مكانها، آكي سألت لو حد عاوز يفضل، بس المجموعة كلها مشيت مع شيدو وسابوا ماسيموني لوحده تماما. ورغم خنقته ان آكي كأنها طنشت اعترافه قدام الناس، ماسيموني ركز في التدوير على نيكو. وبعد ما مجموعة شيدو معرفوش يلاقوها، ماسيموني راح للمكان الوحيد اللي خطر على باله، مدرستهم. واول ما وصل للحرم المدرسي الفاضي قابل فجأة آكي اللي خطرت لها نفس الفكرة. وآكي اعترفت ان رغم انها شايفة ان نيكو غريبة، هي بجد زعلانة عشانها لانها فاهمة وجع الرفض، وده غاظ ماسيموني. ولما افتكر سمعتها انها الاميرة الشريرة اللي بتهين بلا رحمة اي ولد بيعترف لها، تعاطفها المفاجئ ده حس انه مش صادق ومخلوق من الغضب بسبب ماضيه اللي بيوجع. فواجه آكي وش كده وسألها بصراحة لو كانت فاكرة انها هانت ولد بشتيمة الخنزير دي. وقبل ما آكي ترد، في طيارة ورق خبطت في راس ماسيموني، ولما بص لفوق شاف طيارات ورق تانية نازلة من سطح المدرسة، وافتكر اهتمامهم المشترك بالمانجا الرومانسية. فماسيموني افتكر فصل معين البطلة فيه لما حبيبها يرفضها بتروح لسطح المدرسة، وافتكر ان نيكو بتمثل المشهد بدراما، فجري لفوق بسرعة ولقى نيكو تعبانة وضعيفة وبترمي جوابات حب متطبقة على شكل طيارات ورق من على الحرف. ولما قرب عشان يهديها جسمها خانها بسبب التعب، وماسيموني لحقها قبل ما تقع وقال لآكي تتصل بشيدو وتجيب مساعدة. ولما بص لتحت، ماسيموني اكتشف ان طيارات الورق كلها مليانة جوابات حب مكتوبة مخصوص علشانه. وبعدين في المستشفى شيدو بلغ المجموعة القلقانة ان حالة نيكو استقرت دلوقتي، ونيكو طلبت الاول انها تتكلم مع آكي على انفراد. وفي الوقت ده ماسيموني قاعد لوحده في صالة الانتظار وهو مليان ندم، وبيفكر ان رغبته
رغبته المهووسة في الانتقام ممكن تكون غلطة كبيرة، وأكي اتصلت بيه بعد كام لحظة وقالت إن جه دوره. فماسيموني دخل ولقى نيكو ضعيفة في السرير وطلبت منه يتكلموا عن الماضي، وحكت ذكرياتها من مدرستها القديمة للبنات بس، وشرحت إن مرضها دايما كان مانعها إنها تعيش حياة عادية، وده خلاها تاخد معاملة خاصة ملهاش لازمة. وقالت إن عيلتها ناوية تسفرها بره عشان تعمل عملية خطيرة جدا ونسبة نجاحها قليلة، وقبل ما تسافر طلبت طلب أخير من جدها وإنه يديها فرصة تعيش حب حقيقي. ولما ماسيموني سألها هي ليه اختارته هو بالذات، كذبت وقالت إنها اختارته بالصدفة البحتة من لستة عائلات غنية، وده عادي في الجوازات المترتبة. فماسيموني اتفاجئ واللحظة شك إن أمه ليها يد في الحوار، ونيكو مش ندمان على مشاعرها اللي ما كملتش، وشكرته على ذكرياته الجميلة وإزاي هو شخص حامي، ووعدته إنها تسافر بعيد لما تخف. وفي صالة الانتظار فتابع اعترفت للمجموعة في هدوء إنها هي كمان عينيها من ماسيموني، ويوشينو طنشت الحوار ده تماما، في حين إن فتابع كانت بتسأل علنيا أكي حاسة بإيه ناحيته بجد. ولما ماسيموني خرج في الآخر من أوضة نيكو، أكي حاولت تتكلم معاه وهو غرقان في أفكاره الملعبكة. ماسيموني عدى من جنبها وش كده وطنشها تماما وساب المستشفى لوحده. وجوه الأوضة شيدو سأل نيكو لو كانت بجد راضية تسيب ماسيموني يمشي، وهي وافت وهي بتعيط. ومع ذلك نيكو طلعت صورة طفولته المسروقة تاني، وفلاش باك أخير كشف الحقيقة المستخبية. هي ما اختارتوش بالصدفة، عيلتهم فعلا كانوا مقررين إن هم هيبقوا مع بعض من طفولتهم، واتقابلوا من سنين في مناسبة، وده اللي بدأ حبها الدفين والصادق ليه. وهو رايح بيته ماسيموني فكر بعمق في تصرفاته وعرف إنه مش مختلف عن نيكو، ورغم الفكرة دي كرهه الباقي عماه وثبت نيته أكتر إنه ياخد انتقامه من أكي. وفي نفس الوقت في أسرها أكي فكرت في الكلام اللي دار على انفراد مع نيكو، واللي زقتها إنها تبطل قسوة وتقبل في الآخر مشاعر ماسيموني الحقيقية. وشها احمر من الفكرة، وأكي حاولت تسيطر على مشاعرها اللي بتكبر، ومع ذلك بالها راح غصب عنها لحبها الحقيقي الأول، الواد المقلبص بتاع طفولتها، وافتكرت إزاي كانت بتموت في خدوده المقلبظة وبطنه، وأفكارها القديمة دي اتقطعت فجأة بصدفة جنينتها. ولما خرجت بره لقت ولد مقلبص جدا شبه ماسيموني وهو صغير بالظبط، والولد عرف نفسه إنه جاسو، وقدم بفخر جواب رسمي من جده الغني بيقول إن عيلتهم رتبت جوازهم كنوع من الدبلوماسية. ويوشينو وهي بتتابع المشهد كله من بعيد حاولت بلهفة تتصل بماسيموني، بس هو مردش، لأن ماسيموني كان عازل نفسه في الجبل بيعمل تدريب جسدي جامد ومفيش أي شبكة تليفون واصلاله. وماسيموني ما كبر رجع بعد التدريب الجسدي الجامد في الجبال من غير شبكة تليفون في أجازة الصيف، وعمل حركة في الشمس وهو بيتأمل في جسمه وعضلاته. وفي المدرسة الترم الجديد بدأ، وأكي فضلت على سيطرتها كأنها الأميرة الشريرة، ورفضت وهانت بسرعة ولد تاني حاول يعبر عن مشاعره، ومجموعتها المخلصة من البنات شجعوها وقالوا كرهوهم للصبيان. ومع ذلك في واحدة من المجموعة اسمها ميري لقطت إن أكي قضت جزء كبير من أجازة الصيف مع ماسيموني، فالمجموعة فجأة بقت فرحانة لحد ما جاسو المقلبص جدا قرب وقعد يتنحنح ويغلس على أكي على أمل إنها تهين الواد المقلبص ده. فالبنات اتصدموا تماما لما أكي ردت عليه بالراحة بدل ده، وده خلى الكل يعرف إنها بتحب الولاد المقلبصين. وماسيموني وصل للمدرسة وهو واثق تماما في جسمه، واتفاجئ لما لقى نيكو هناك وعرف إنها عملت العملية الكبيرة بنجاح وشالت أجزاء من جسمها ورجعت المدرسة. ونيكو سألته عن تطورات موضوعه مع أكي في أجازة الصيف، ولما قال لها ببساطة إن مفيش أي تطور نيكو اتخنقت وكانت خلاص هتنفجر، بس هديت لما ماسيموني كشف إنه قضى الصيف وهو بيفكر بعمق في تحذيرها القديم إن حب الكذب عمره ما هيوصل لأكي بجد مهما عمل. وهو بيبص من الشباك لقط أكي وهي ماشية مع جاسو، فماسيموني ضحك بصوت عالي وهو مصدق بجد إن الواد المقلبص ده مش تهديد لسحره الرياضي خالص. وبعدين ماسيموني خد تورته عشان يعتذر لأكي ورايح لفصلها، واتصدم لما لقى جاسو وكان قريب منها جدا. ولما ماسيموني طلب يعرف هو مين، جاسو عرف نفسه بثقة إنه خطيب أكي وجوزها المستقبلي. فماسيموني اللي اتصدم تماما شد يوشينو كوي للممر عشان تفهمه، فيوشينو شرحت إنها حاولت بلهفة تتصل بيه طول الصيف بس تليفونه كان مقفول في الجبال، وأكدت إن كلام جاسو عن الخطوبة حقيقي تماما، ومعاهم ورق من العيلة وهو حاليا قاعد في بيت أداجاكي كضيف. وقالت إن أكي بتتصرف بطريقة مش طبيعية خالص، وده معناه إنها ممكن تكون وقعت في الحب بجد. ولأن ماسيموني رافض الهزيمة قرر يعرف أكتر عن منافسه الجديد ومشي ورا جاسو، واكتشف إنه رغم وزنه التقيل الولد رياضي بطريقة غريبة وذكي جدا ومحبوب بسهولة من الكل. فماسيموني اتغاظ واتلخبط على الآخر، هي ليه أكي تفضل الواد المقلبز على جسمه وعضلاته الستة المثالية؟ فيوشينو فكرته بالراحة إن قلب البنت ملوش أمان، وإن أكي قابلته زمان. وفي نفس الوقت مجموعة أكي من الثلاث بنات المخلصين اتلموا في مطعم أكل سريع وزعلانين على الآخر إن قدوتهم خانت علنا نظريتهم ضد الولاد بإنها بتمشي مع جاسو. وفجأة جاسو قرب من ترابيزتهم وطلب بكل أدب يقعد معاهم، وفي الأول رفضوا وبعد كده قبلوا لما جاسو شرح بسهولة إنه مربوط بأكي وبس بسبب ضغط جامد من العيلة. ولما كسب تعاطفهم وثقتهم سحر مجموعة البنات المشهورين دي تماما. وتاني يوم تايفو تابت زعامة فصلهم في تخطيط عرض المهرجان المدرسة الثقافي اللي قرب، وقررت إن فصلهم هيقدم نسخة بالمشقلب في الجنسين من سنو وايت، وهتخلي كوجورو شوري في دور الأميرة وماسيموني في دور الأمير الوسيم. وبعد الاجتماع ماسيموني حاول بلهفة يوضح موقفه بإن يتكلم مع أكي على انفراد، بس جاسو كذا مرة يقاطعه ويقفل كلامهم. وعشان الطين يزيد بلة أكي لقطت ببرود إن سوسة بنطلون ماسيموني مفتوحة، وبعدها مشيت مع جاسو وسابت ماسيموني مكسوف على الآخر، في حين إن مجموعة أكي الجديدة من البنات المخلصين بصوا
فصوله وهم متأكدين إنه منحرف. وقريب خناقة كبيرة قامت على برنامج المهرجان، فصل ماسيموني ألف وفصل آكي ب. هما الاتنين قدموا اقتراحات عشان يعملوا عرض سنو وايت. سونوكا وهي واحدة من مجموعة بنات آكي التلاتة ونائبة رئيس اتحاد الطلاب بتبين كوسة ومحسوبية علنيا لما بترفض اقتراح الفصل ألف رغم إنه متقدم الأول. وتنابي وهو ولد من الفصل ألف اتخنق من القرار الظالم ده فدخل يعترض في فصل آكي، وده عمل خناقة حامية مع آكي، فجاسو بيتدخل بسرعة كأنه بيهدي الأمور في صمت عشان يحل الموقف. بس ماسيموني بيوصل ويولع الخناقة أكتر ويعلنها حرب رسمية بين الفصلين، وبيتفقوا يصفوا الحساب ده باستفتاء شعبية وقت المهرجان، والفصل اللي هيلم أصوات أكتر عرضه هيعترفوا بيه رسمي. وقبل ما يمشي ماسيموني بيشد جاسو على جنب وبيتفادى معاه في تحدي كبير. البطل الرئيسي للفصل اللي هيكسب من حقه يعيش رقصة أخيرة مع آكي في حفلة قفل المهرجان، وجاسو بيوافق بكل ثقة. والفصل ألف بيبدأ بروفات على طول، وفوتابا ماسكة دور المخرجة الشديدة وبتضغط على كوجيرو عشان يظبط تمثيله لشخصية سنو وايت. وكوجيرو من كتر الضغط عليه في تمثيل إنه بنت بيعيط ويجري يستخبى، وهو بيهرب بيخبط في نيكو اللي بتشجعه بالراحة وبتعامله كراجل بجد، وده بيخلي قلبه يدق من وجودها المهدي. وهو ماسيموني بيدور على زميله الممثل الضايع في حوش المدرسة. بيقابل جاسو وهو بيحاول ياخد لقطة نفسية عليه، فجاسو بيتريق على محاولات ماسيموني عشان يبهر آكي وبيوصفها بأنها ألعاب عيال تافهة، وبيتريق على جسمه الرفيع وبيتباهى علنا إن آكي بتفضل جسمه المقلبز. ورغم إن جاسو عرف يلقط تفكيره اللحظة، ماسيموني بيبقى مصمم أكتر من أي وقت إنه يكسبه ويكسب الرهان. وبعدين وهما مروحين آكي وجاسو بيبقوا عند نصبة آيس كريم، وفي الوقت اللي آكي بتشتري فيه حاجة وهي مبسوطة، جاسو بيفكر في سره في الغرض الخبيث الحقيقي من جوازه المترتب ده، وهو إنه يضمن ثورة عيلة أداجاكي الكبيرة عشان ينقذ عيلته الفقيرة. وبيفتكر زنقة عيلته المادية الصعبة واليوم اللي قابل فيه بالصدفة سكرتيرة آكي يوكاري ياساكا، وشبهت عليه إنه الواد المقلبز اللي كان بيلعب مع آكي زمان. ويوكاري سحلته في سوء التفاهم ده، وجاسو قرر يلبس شخصية ماسيموني القديمة عشان يغير نصيبه. وتاني يوم مهرجان المدرسة الثقافي بيبدأ رسمي، ورغم إنه ناوي يكسب رهان الشعبية، ماسيموني بيبان تعبان لأن الليلة اللي قبلها عمل غلطة وقام وقف على السطح علشان يثبت لأمه وأخته إنه تمام ومفيش أي حاجة. فانتهى بيه الحال إنه لقى الدور برد جامد. بيحاول يستجمع شجاعته وناوي يرتاح قبل عرض فصله، بس نيكو بتلقط حالته بسرعة وبتلمسه وبتتأكد إنه عيان وبتاخده على أوضة الممرضة. ولما بتنيمه على السرير بتقوله يرتاح عشان يعرف يمثل أحسن بعدين، وبتقول إن لو خسر الرهان هي هتكون شريكة رقصته وهي فرحانة. ولما نيكو بتروح تجيب له مشروب سخن، في حد بيستنى بره الأوضة وجاهز يبوظ الموقف. وفي نفس الوقت بنات فصل آكي قاعدين بيغيروا هدومهم، وجاسو بيدور على أوضة غيار وبيدخل الأوضة بالصدفة ويشوف البنات اللي بيطردوا برجلهم وهم غضبانين. وهو بيلف في الممرات، في راجل لابس لبس تنكري بيقرب منه وبيعرض عليه ياخدوا أوضة غيار تانية مستقلة. وفي نفس الوقت كوجيرو شوري بيلف في المهرجان وبيلقط نيكو عند نصبة، بيقرب منها وبيحاول يتصرف كراجل خشن عشان يبهرها، بس صوته بيتشرخ من الإحراج. وبيقرروا هما الاتنين يطمنوا على ماسيموني، بس بيلاقوه مش موجود خالص في أوضة الممرضة. وبيطلع إن حارسة بنات فصل آكي كيكوني خطفت ماسيموني وهو نايم وقفلوا عليه في مخزن مستخبي عشان جاسو وآكي يكسبوا الرهان ويرقصوا مع بعض. وفي الوقت اللي نيكو وتنابي بيدوروا عليه بلهفة، كوجيرو بيشك إن فصل آكي هو اللي ورا غيابه. وفي نفس الوقت الرعب بينتشر في فصل آكي لما بيعرفوا إن جاسو هو كمان غاب. ومن غير علمهم يوشيني كوي كانت سحلت جاسو لأوضة تخزين عشان تساعد ماسيموني وقفلت عليه جوه. وفي المخزن ماسيموني بيعمل نفسه عيان وميت عشان كيكوني تسيبه يمشي، بس كيكوني بدل ده بتقعد تحكي عن ولائها القديم لآكي. لما شافتها زمان بتكسب بسهولة طلب كوندو كذاب، وماسيموني وبذكائه بيشرح لها إن عشان يكسبوا الرهان كيكوني بتعمل نفس الكذب اللي بتكرهه بإنها خطفته. وكيكوني وهي بتراجع ضميرها بيجيلها مكالمة من ميري واحدة من مجموعة آكي، وميري بتفتكر إن فصل ماسيموني خطف جاسو وبتعرض ديل لو فصلها ساب جاسو هم يسيبوا ماسيموني. وماسيموني وهو فاكر إن يوشينو هي اللي ورا الحوار ده بيرفض الديل بكل ثقة، وده بيغيظ ميري. ولما بتشوف الوقت بيجري آكي بتقرر إن العرض لازم يكمل، وبتأمر فصلها يعملوا عرض سنو وايت من غير الأمير بتاعهم. وميري بتأمر كيكوني تسيب ماسيموني وتدور على جاسو، وكيكوني الغضبانة بترمي اللوم كله على ماسيموني في الهيصة دي وبتهجم عليه. فماسيموني بيحاول يهرب بإنه ينط ناحية شباك وبيثبت كيكوني عشان تمشي وراه، وده بيخليها تنط وراه وتقع في بركة مية. وماسيموني بيرجع لفوتابا وكوجيرو وبيعلن فوزه بكل فخر لأن جاسو غايب، بس بيتصدم لما بيعرف إن فصل آكي لسه شغالين في العرض. فمرعوب ماسيموني بيجري على المسرح وبيوصل في آخر اللحظة وبيشوف عرض آكي اللي ما فيهوش غلطة. وميري بتواجهه وهي بتعيط وبتشرح إن آكي رفضت تخلي تعب فصلها يروح هدر وقررت تنهي المسرحية من غير الأمير بتاعهم. وماسيموني من كتر انبهاره بتعبها بيقرر يساعد وبيدور على يوشينو عشان تسيب جاسو، بس بيتصدم لما بيلاقيها بتمثل على المسرح. ولأنه مش عارف مكان جاسو، ماسيموني بيقرب من ميري بخطة جديدة. وعلى المسرح آكي نايمة في تابوتها الإزاز ومستسلمة في صمت إن النسخة دي من سنو وايت عمرها ما هتاخد حب حقيقي أو تنقذ. وفجأة بيبان أبواب المسرح بتتفتح عافية وماسيموني بيدخل كالأمير وبيمثل بضمير كله على أمل الممثلين التانيين يمشوا مع دخلته المفاجأة. والأقزام بيفهموا الموقف بسرعة وبيمشوا مع الحوار، بس دور البرد الجامد بتاع ماسيموني بيبوظ حالته أكتر ويخليه يتكعبل ويقع. فميري بترتبك وبتفتكر إنه بيحاول يبوظ المسرحية، بس
بس كوني بتبلغها إنه عيان بجد. وفي ممثل على المسرح بتلعبه يوشينو بيمسك ماسيموني ويشجعه يكمل ناحية سنو وايت، ومزقوق بكلامها ماسيموني بيوصل في الآخر للتابوت وبيركع. وفي الوقت اللي أكي مستنياه تماما يعمل نفسه بيبوس على المسرح، ماسيموني بيميل لقدام وبيبوسها بجد قدام المدرسة كلها، ومن كتر الصدمة والمشاعر أكي بتضربه على طول، وده بيخلي ماسيموني المهدود يفقد الوعي. ورغم الهيصة دي الأقزام بيحتفلوا وفاكرين إن سنو وايت رجعت تصحى تاني، والعرض بيخلص بنجاح. وبعد المهرجان الثقافي الكل بيروح كاريوكي عشان يحتفلوا، والفصلين بيحتفلوا في حفلة كاريوكي وبتبدأ مسابقة غنى. وبعد عرض طيف وتابا أصحاب أكي المخلصين بيحاولوا يجبروا ماسيموني يغني على أمل إن أكي تكرهه لما تسمع صوته الزفت وتنتهي فرصته، بس أكي بتقطع الحوار وبتطلب منافسة شريفة، وللدهشة تعمل دويتو مفهوش غلطة مع نيكو فيجينوميا على أغنية أكي المفضلة. ولما ماسيموني بيغني في الآخر صوته الزفت والوحش جدا بيصدم الكل، رغم إنه وهو مبسوط شايفها محاولة كويسة لحرق السعرات. وبعدين وهم قاعدين لوحدهم على بنش جنينة أكي بتسأله هي المفروض تعمل إيه عشان تردله الجميل، فماسيموني بيطلب بوسة وهي بتميل عليه فجأة بتمسك بطاطية كبيرة وتحطها في بقه.